يتكلمون بكل تندر وسخرية. سنة 2020 بدايتها كذا، حصل فيها كذا، قتل فيها فلان، وزلزال هنا وبركان هناك وعاصفة هنا، والنفط حصل فيه ما حصل، والأسواق تدمرت، والوباء يعصف بالأرض عصفا. ما الذي سيحصل في الشهر القادم والذي بعده؟ يتشاءمون وكأن هذا العام هو أسوأ عام سيمر عليهم في حياتهم، وما علموا أن المتطير والمتشائم ربما أصابه ما تشاءم به. والبلاء موكل بالمنطق، والأصل أن يتفاءل الناس بالخير. تفاءلوا بالخير تجدوه. أما ما يصنعه الناس هذه الأيام مزاحا فهو من الرجم بالغيب، ومن التشاؤم المذموم، ومن السخرية غير المحمودة التي نخشى أن يصيب الناس ما يصيبهم بسبب سخريتهم واستعجالهم للعذاب. وهذا الفعل لا أظنه من الحكمة بشيء ولا من العقل، بل ربما يأتي بالشر عليك وإن لم يأتي غيرك. فكن متفائلا، كن محسنا للظن بالله، وكن مترقبا للخير، وكن متأملا للخيرات، واعلم أن كثيرا من الأشياء ترى ظاهرها شرا وفي باطنها الخير، وستجلب لنا بإذن الله الخيرات الكثيرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من شيء رأينا أوله شر لكن نهايته كانت خيرا كثيرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وإنا متفائلون.